جلالة الملك نشكرك، الله يحفظك، الله يرحم والديك، الله يكثر من خيرك، الله ينصرك. شكرا شكرا جزيلا، الله يحفظك، الله يرحم والديك، الله يجزيك يا رب. شكرا بزاف الوالدة شكرا بزاف الله يا يحفظك، سعادة الملك الله ديالنا. يرحم والديك. شكرا الله الله يحفظك. ساعدتيني، الله يرحم والديك ويعطيك صحة. إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم كانت هذه حاجة مغربية قادمة من بلاد الحرمين من مكة المكرمة. وكما تعلمون متابعينا الكرام، في قانون الطيران الدولي إن كان هناك مسافر عنده شي حالة صحية حرجة فالطائرة مفروض عليها أن تنزل فوق أي بلد كانت في سمائها، ومن الضروري على ذلك البلد حسب القوانين أنه يصادف المريض ويقوم بالعلاج ديالو. وشاءت الأقدار متابعينا الكرام على أن هذه الحجة المغربية غادي تكون في سماء حظيرة الجزائر، ولعلكم تابعتم هذه المسألة، حيث عمد نظام حظيرة الجزائر بشكل وقح قذر بكل ما تحمل الكلمة من معنى على استغلال الحالة الصحية والإنسانية ديال هذه الحجة المغربية من أجل الترويج للبروباغندا ديال نظام حظيرة الجزائر. أكثر من ذلك متابعينا الكرام، بعدما استغلوها في البروباغندا تركوها، وبطبيعة الحال راكم عارفين نظام حظيرة الجزائر بدأ يوضع عليها عوائق باش أنها ما ترجعش للمغرب. لكن متابعينا الكرام، نحن أمة، والأمة وراءها ملك، وتدخل جلالة الملك محمد السادس وتابع المسألة شخصيا وبطبيعة الحال مع مصالح وزارة الخارجية والقنصلية المغربية في الحظيرة. وكما شاهدتم عادت الحاجة المغربية اللي كنعتبروها بطبيعة الحال أمنا جميعا إلى بلدها، إلى الأمة المغربية، إلى المملكة المغربية الشريفة. خرجت من الحظيرة، حظيرة الظلام، إلى مملكة النور. استغلوها في أقبح وأبشع صورة لنظام حظيرة الجزائر من أجل الترويج للبروباغندا ديالهم. لكن أيضا متابعينا الكرام، ذا ما حاولوا القيام به انعكس عليهم، لأنه مجددا يظهر كيف أن المملكة المغربية لديها ملك لن يسمح في حق ولن يسمح في أي مواطن مغربي مهما واتته الظروف وأين واجهته العراقيل في مختلف دول العالم. فمجددا متابعينا الكرام، نقول للحاجة المغربية هي والابنة ديالها مبروك عليكم، رجعتوا للبلاد ديالكم وخرجتم من حظيرة الظلام وعدتم مجددا لمملكة النور. ونقول أيضا الله ينصر سيدنا على التدخلات ديالو والمتابعة ديالو لهذه الحالة الإنسانية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.